السلام عليكم، احمد منا معاكم. النهارده معانا حلقه جديده اللي احنا كنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت ان احنا هنتكلم فيها، وهي The only way to preserve lean muscle mass during رمضان، الطريقه الوحيده للحفاظ على الكتله العضليه اثناء رمضان. طيب بص يا سيدي، المفروض ان احنا بنصوم حوالي 15-16 ساعه. طبيعي الانابوليك ويندو او الايتنج ويندو بتاعنا بيكون قليل، يعني الفتره اللي المفروض بناكل فيها فتره قصيره مقابل ان احنا بنصوم عدد ساعات طويله، فده المفروض يخلينا في حاله عجز سعرات طبيعي، صح؟ طيب المفروض صح. للاسف يا صديقي الاجابه غلط. ما ينفعش تبقى تفطر بط ومحشي وتقول لي احنا في حاله عجز سعرات. يا جماعه احنا من الدول القليله جدا في العالم اللي في وقت الفطار بتاعنا بتحس ان احنا بنعوض عمرنا اللي فات مش اليوم اللي فات. تعالوا نتكلم على فرضيه تانية، ان احنا بنحاول نمشي قدر الامكان على نظام تغذيه صحي شويه. في الحاله دي هقول لك ايوه احنا في حاله عجز سعرات، والمنطقي ان انت في حاله عجز سعرات ان عمليه الام بي بي او الماسل بروتين بريك داون هتكون زياده شويه. طب ايه الطريقه الوحيده انك تحافظ على الكتله العضليه؟ هي الهاي بروتين دايت. يلا بينا. طيب هاي بروتين لحد فين؟ خليني اقول لك المعدل اللي انا بتكلم عليه تقريبا 1.6 جرام to 2.2 جرام بير كيلو جرام، يعني تقريبا 1.6 جرام لكل كيلو جرام الى 2.2 جرام بير كيلو جرام. يعني انت تقريبا لو وزنك 100 كيلو جرام فاحنا بنتكلم تقريبا في حوالي 150 ل 160 جرام بروتين يوميا. طيب والكلام ده احنا مستندين فيه على ايه؟ مستندين على بحث نشر سنه 2010 في ميديسن اند ساينس ان سبورتس اند اكسرسايز جورنال، في دراسه نشرت وكانت عامله مقارنه ما بين مجموعتين، مجموعه مشيت على لو بروتين دايت وعملت عجز سعرات، ومجموعه مشيت على هاي بروتين دايت وعملت عجز سعرات. طيب كل مجموعه استهلكت قد ايه؟ المجموعه لو بروتين دايت استهلكت 1 جرام بير كيلو جرام، والمجموعه هاي بروتين استهلكت 2.3 جرام بير كيلو جرام. طيب والنتيجه كانت ان المجموعه اللو بروتين اللي استهلكت 1 جرام خسرت 1 كيلو جرام و600 جرام مصل، يعني حوالي كيلو ونص مصل بحالهم خسرته. المجموعه الثانيه اللي هي مشيت على هاي بروتين دايت 2.3 جرام بير كيلو جرام خسرت 0.3 بس، 0.3 بس، 0.3 بس، اللي هو يعتبر 300 جرام، اللي هو رقم لا يذكر. فمن هنا نقدر نقول ان الهاي بروتين دايت من الحاجات الاساسيه جدا والمهمه بالذات في الايام اللي هي زي الصيام او في حالات عجز السعرات. يعني يا صديقي الفرق تقريبا ما بين المجموعتين الهاي بروتين واللو بروتين كان 5 اضعاف الفرق، وده يوريك اهميه ان انت تستيك لهاي بروتين دايت بالذات في الايام الصعبه اللي فيها عجز سعرات زي الصيام. بس خلي بالك في حاجه ثانيه مهمه، جوده البروتين بتفرق. يعني ما تروحش تاكل ممبار وفشه وتقول لي انا باكل بروتين، لا، لازم تاكل تدور على مصادر بروتين كويسه وصحيه وتكون قليله في الفاتس. حاجه ثانيه هقولها لك، حاجه اخيره، خلي بالك ان في حاجه اسمها الماسل بروتين ثينسيس، الماسل بروتين ثينسيس او عمليه تمثيل الغذائي للبروتين، والعمليه دي بيتم تحفيزها بطريقه سهله جدا. العمليه دي بيتم تحفيزها لمده 3 ل 5 ساعات على حوالي 0.3 جرام بير كيلو جرام من وزنك لحد 0.5. ايه الكلام ده؟ احنا تهنا منك. لا يعني انت في المره الواحده لما تيجي تستهلك بروتين، لو استهلكت من 0.3 ل 0.5 وضربته في وزنك تقريبا هتلاقي حوالي 30 او 40 جرام، ده معدل البروتين اللي انت محتاجه فعليا. وخلي بالك ان في حاجه اسمها ريفراكتوري فيز، يعني لو خدت بروتين اكتر من كده مش هيفيدك. اتمنى تكونوا استفدتم واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.